فرس النهر حيوان شبه مائي وهو يستوطن البحيرات والأنهار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وقد امتد موطنه في السابق عبر وادي النيل وصولا إلى فلسطين والأردن شمالا. تعيش أفراس النهر في مجموعات يبلغ عدد أفرادها حوالي 40 رأسا، وهي تبقى معظم النهار في الماء أو الوحل حتى تتبرد. يحصل التزاوج والولادة في الماء، حيث تقوم الذكور الإقليمية بالتقاتل مع بعضها البعض للسيطرة على مجال صغير من النهر، وتخرج أفراس النهر عند الغسق لترعى الأعشاب. ويعتبر الرعي نشاطا فرديا يقوم به كل فرد وحده، أي أن الأفراس لا تتجمع كما تفعل عندما تكون في الماء قرب بعضها البعض. تستطيع أفراس النهر الجري بسرعة أكبر من سرعة الإنسان على الرغم من ضخامتها، وتقدر سرعتها من 30 كيلومترا بالساعة إلى 40 كيلومترا بالساعة أو حتى 5 كيلومترا بالساعة، إلا أن هذا الحيوان يستطيع الحفاظ على هذه السرعة الكبيرة لبضعة مئات من الأمتار فقط. تعتبر الأسد من أكثر الحيوانات قوة وفتكنا على الإطلاق، فهي حيوانات تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها تتربع على عرش الحيوانات الثدية المفترسة، معتمد على أحجامها الضخمة وقوة أجسادها وسرعتها وشجاعتها وقدرتها على قتل أكبر وأثوى الحيوانات، مستفيدة من قوة أنيابها وقوة عضتها وبراعتها في القتل. ولكن يبقى العدو الأول للأسد هو الأسد نفسها. تعيش الأسد غالبا في الغابات ذات درجات الحرارة المعتدلة أو الحارة، وهي حيوانات نهمة لا يمكنها التعايش دون الحصول على كميات كبيرة من اللحم وبصورة يومية، وهذا الأمر يتطلب الكثير من الجهد والوقت للوصول إلى ذروة هذا الأمر، تتمثل في السيطرة المكانية على ما يسمى بالحوز، وهذا الحوز يتم تعليمه من قبل الأسد المسيطر على المكان من خلال رش البول على أطراف المكان والزئير بأصوات مخيفة كرسالة تحذير لأي حيوان يرغب في الاقتراب من هذا الحوز. الزرافة تعتبر واحد من الحيوانات الأكثر شهرة في أفريقيا. من الصعب معرفة سبب حب كثير من الناس لهذا المخلوق الرائع، ربما لطابعها الفريد، وأنه لا يوجد حيوان مماثل لها. ومن الغريب أن تعتقد أن مثل هذا الحيوان الرشيق لديها ميول عدوانية عنيفة، ولكن يجب على المرء أن يتذكر أن هذه هي البرية، ومن سماتها القتال من أجل البقاء على قيد الحياة وبقاء السلالة. إن الزرافة قادرة على القتل بضربة واحدة، حيث تستطيع أن تحطم جمجمة أسد جائع أو تكسر أطرافه. الطريقة الوحيدة التي تمكن الزرافة البقاء على النوع هو العثور على رفيقة، والذي يجب أن يتحقق من خلال الهيمنة، وهذا يعني القتال. علي مدى عمر الزرافة. يتركز الكالسيوم في الجمجمة، ممن يجعلها أثقل وزنا وأكثر قوة، وبالتالي سلاح فعال. يتم استخدام القرون التي تبرز من رأسه ضد الخصوم، فهي قوية مثيرة للدهشة. يمكن أن تكون لها آثار وحشية، ويمكن أن تؤدي إلى إغماء الخصم بعد عدة تبادلات بالضرب. السلام عليكم، المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد.